السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شاورمة اللحمة بطريقة حلوة جدا. عايزة أقول لكم طبعا كله بيحبها وهتطلع بجد زي المحلات بالظبط. بصوا المقادير: عايزة نص كيلو لحمة وأقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده طبعا. عايزة كمان معلقتين زبادي، وعايزة طبعا الملح حسب الرغبة. أنا بحط معلقة كبيرة، وكمان عايزة ربع معلقة صغيرة كمون. طبعا ما نكترش الكمون عشان الشاورما ما تمررش تبقى مره يعني. وعايزه زي ما احنا شايفين كده فلفل، عايزه ربع معلقه برضو صغيره، وعايزه برضو معلقه صغيره توم باودر. كمان زي ما انتم شايفين كده عايزه ربع مج زيت، بس طبعا يكون زيت ذره او زيت ملهوش ريحه. وكمان عايزه زي ما احنا شايفين برضو ربع مج كده خل. تعالوا كده مع بعض. بسم الله. هننزل طبعا زي ما احنا شايفين كده بسم الله بالمعلقتين زبادي، وهننزل عليها بالملح بسم الله، وهننزل كمان بالثوم البودر، وكمان بالكمون، وكمان بالفلفل الاسمر. كمان هننزل بالزيت بسم الله، وكمان هننزل بالخل، وكمان هحط معلقه صغيره بابريكا. كده البابريكا هنحط معلقه صغيره بابريكا على الخليط برضو او على الشاورما اللحمه كده بسم الله. دلوقتي كده هنقلب كل المكونات كده مع بعض. وعايزه اقول لكم يا ريت نسيبها ليله كامله في التلاجة، بجد هتاخد طبعا طعم التتبيله ومش هتاخد سوا معاكم خالص. احنا كده قلبناهم. دلوقتي برضو هحط تركايه كده من عندي، ربع معلقه صغيره زي ما احنا شايفين كده. توابل شاورما بتفرق بصراحه في الطعم جدا جدا. دلوقتي بقى هندخلها التلاجة ونسيبها ليله كامله، او لو عايزين تعملوها على طول على الاقل 4-5 ساعات. وكده يا حبايبي بعد ما الشاورما قعدت او اللحمه قعدت في التلاجة ليله كامله او يوم كامل، دلوقتي بقى هنجيب طاسه ونسخنها على النار. بعد كده ننزل باللحمه نديها صدمه كده. بعد كده نكون مقطعين طماطم وبصل وكمان خضره بقدونس بس. وبعد ما يستوي هنزل على اللحمه بيه. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. كمان عايزه اقول لكم اللي عنده طبعا ليا، انا ما عنديش، بجد بتفرق جدا في الطعم. تقطعي مثلا قطعه صغيره كده وتشوحيها مع اللحمه، بجد بتبقى تحفه، تبقى زي بره بالظبط. تعالوا دلوقتي كده مع بعض بقى هنشغل النار بسم الله. دلوقتي كده شغلنا النار، هنحط عليها بسم الله الطاسه. هنسيب الطاسه تسخن حوالي 5 دقايق او 10 دقايق كده، وبعد كده ننزل طبعا باللحمه او الشاورما. اوريدي هي فيها زيت فمش هحط زيت. وهنديها صدمه بقى. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده خلاص الطاسه سخنت بسم الله. هننزل بقى باللحمه زي ما احنا شايفين كده، نسيبها لما تاخد صدمه كده وبعد كده نقلب كده. زي ما احنا شايفين الشاورما بدأت تنزل السوائل اللي فيها. هنسيبها بقى لغايه اما تشرب كل السوائل دي، وبعد كده ننزل بقى بالبصل والطماطم. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده انا قطعت طبعا الطماطم بالشكل ده، والبصل برضو بالشكل ده، وكمان قطعت الخضره اللي هو البقدونس بالشكل ده. دلوقتي بقى تعالوا نشوف مع بعض الشاورما عملت ايه. بصوا بقى الشاورما كده بدأت خلاص تشرب السوائل اللي فيها كلها. دلوقتي بعد ما تشرب فاضل خلاص دقيقتين 3 هتشرب بس السوائل اللي باقيه دي، وبعد كده انزل بقى بالبصل وبعد كده الطماطم. بصوا انا نسيت اقول لكم ان الطماطم بنشيل منها البذر، يعني عايزين بس زي ما احنا شايفين كده اللحمه بتاعتها بس، عشان ما تنزلش ميه في الشاورما. زي ما احنا شايفين كده خلاص هي الشاورما شربت السوائل. زي ما انا قلت لكم احنا عايزين هننزل بالبصل بسم الله. دول بصلتين كبار متقطعين.
ياخد تتبيله كده بس، يعني يتدبل كده شويه، وبعد كده انزل بالطماطم. عايزه اقول لكم بصوا كده اتدبل شويه خلاص. هننزل بالطماطم. بس عايزه اقول لكم بجد هي بتستوي بسرعه لما تسيبوها ليله كامله او يوم كامل في التلاجة. بتشرب من التتبيله بتاعتها وما بتاخدش سوا. فاحسن لما تيجي تعملوها تسيبوها يوم كامل في التلاجة. دلوقتي كده بسم الله ننزل بالطماطم. نكمل بقى كده تقليب الطماطم والبصل. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه تحفه بجد، زي ما بنجيبها من بره واحسن كمان. كده خلاص هنقلبها حوالي دقيقتين 3 كده، 5 دقايق بالكتير خالص. خلاص كده هي استوت، وهننزل بقى بالبقدونس عليها. كده خلاص تمام، عشان انا مش عايزه طبعا الطماطم تبقى لونها مش حلو، عايزاها فريش كده. فدلوقتي هنحط بقى البقدونس وخلاص كده هنطفي عليها. بالهنا والشفا. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. بجد دوقوا بقى احلى شاورما. وكده الشاورما وبالهنا والشفا، يا ريت تجربوها بجد، طالعه تحفه وريحتها تحفه. دلوقتي بقى عايزه اقول لكم لو عندكم طبعا كايزر او براحتكم فينو، بس هو كايزر طبعا بيبقى احلى. بصوا بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا عملنا طحينه. طحينه طبعا مع الشاورما لازم. دلوقتي بقى نعمل سندوتشات وبالهنا والشفا. وكده بقى سندوتشات الشاورما بالهنا والشفا بجد احسن مطعم بجد. يا ريت تجربوها وبالهنا والشفا.